بعد عامين فقط على حادثة المنصة، والتي كتبت مشهد الاغتيال الدامي الذي ختم حياة الرئيس المصري أنور السادات، قدم الكاتب المصري الأشهر محمد حسن هيكل كتابه خريف الغضب، قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات. أثار الكتاب عاصفة من الجدل لم تتوقف إلى وقتنا هذا، إذ صدر هيكل كتابه باعتباره أن عهد السادات كان بالأساس خطأ تاريخيا. عنوان الكتاب مستقى من مصطلح شهير في السياسة البريطانية عن شتاء الغضب في بريطانيا 1977. كان في إضراب عمالي شهير في مناجم الفحم أدى إلى سقوط حكومة حزب العمال ومجيء مارغريت ثاتشر وحزب المحافظين. فهيكل أيضا وجد أنه من الممكن استعارة هذا المصطلح لإعطاء الانطباع بالقطيعة، فكرة الانهيار ما بين عصر وعصر آخر، وانهيار عصر السادات. الحقيقة كتاب خريف الغضب يعد دراما تاريخية، والحقيقة هو بعبقريته عملها زوم إن وزوم أوت. يعني هو بدأ من لحظة اغتيال السادات وقال المكان والزمان، ولما قال المكان والزمان راح بادئ بقى يرجع بينا بالزوم أوت على التفاصيل. أتمنى أن يكون واضحاً أن موضوع خريف الغضب كان كما هو ظاهر من كل صفحة فيه محاولة لشرح الأسباب التي أدت إلى اغتيال الرئيس السادات، وبالتالي فهو ليس سيرة لحياته ولا لدوره السياسي. كتاب خريف الغضب صدر كما هو معروف أولا باللغة الإنجليزية عام 1983 في لندن، ثم ترجمه الأستاذ هيكل بنفسه كما قال في مقدمات الكتاب والطبعات المتعددة. كان ممنوعا دخوله إلى مصر بأوامر شفوية كما تبين من دعوى رفعها الأستاذ هيكل نفسه أمام القضاء الإداري. إذا كان كتاب خريف الغضب صدر بالإنجليزية أولا، مؤلف الكتاب محمد حسين هيكل كان يريد أن يتوجه بالكتاب في الأساس إلى الغرب، فهيكل كان يريد أن يهدم الصورة التي ارتسمت للسادات لدى الأمريكيين ولدى الغرب على مستوى الرأي العام. القارئ الغربي، القارئ الأمريكي أو القارئ الأوروبي كان عنده تصور أن رئيس السادات رجل سياسة عظيم أو حقق في أمجاد وإنجازات، فكان في استغراب أنه كيف يقوم شعبه وجيشه باغتياله بهذا الشكل، وفيما يبدو أن الشعب لم يغضب أو يعني لم يحزن بما فيه الكفاية. ولقد كان أصدق تعليق سمعته بعد اغتياله أنه مات حين مات، وفي الحقيقة فإنه بعد اغتياله مباشرة كان الجو العام في مصر يؤيد هذا القول. ولقد بدا على الجماهير المصرية بصفة عامة شعور بالهدوء أكثر من القلق حينما وصلت إليهم أنباء اغتياله. صحف المعارضة وقتها نشرت أجزاء من الكتاب قبل أن تصدر طبعاته المصرية. أثيرت ضجة هائلة حول الكتاب، اعتراضات من نوع أن الأستاذ هيكل تحدث عن السادات بعد أن مات وأن هناك حرمة للموت. اعتراض آخر ظاهر كان حول ما وصف بعنصرية الأستاذ هيكل في وصفه لون بشرة الرئيس السادات. الأستاذ هيكل امتنع عن الرد في كل الأحوال، لكنه في الكتاب رد بصورة حاسمة. يعني قسم هيكل كتابه خريف الغضب إلى عدة محاور، حاول من خلالها الوصول إلى تحليل الأحداث المتعاقبة والتي أوصلت السادات إلى لحظة اغتياله، متتبعا سيرة السادات وعائلته وحياته الشخصية، ومحللا تأثيرات نشأته على كل مراحل حياته، الأمر الذي رأى فيه البعض تجنيا على السادات وانعكاسا للعلاقة المتوترة بين الرجلين،
فرأوا في آراء هيكل محاولة للنيل من السادات في شخصه وخلط بين ما هو شخصي وما هو عام. من الصعب أن يتخيل أحد مكانا أقل ملائمة لمولد نجم لامع من المكان الذي ولد فيه أنور السادات يوم 25 من ديسمبر سنة 1918. وعندما علا نجمه وزادت شهرته فقد أصبح السادات أكثر إحساساً بالهوة الواسعة التي تفصل بين جذوره الأولى وبين القوة والجاه الطارئين عليه. إن بعد المسافة بين الحالتين كان تناقضاً ضخماً ومستعصياً تحكم فيه وسيطر على مشاعره سيطرة تامة. بالنسبة للتفاصيل الشخصية الحميمية أو الخاصة جدا اللي أوردها هيكل في كتابه اللي أثارت عليه قدر كبير من الجدل والضجة والهجوم، مثل مثلا الكلام عن أصله يعني إنه عائلته كانت خاضعة لأحكام الرقيق، وأنه كان يعاني من عقدة اللون ويعاني من عقدة الإحساس بالأصل الوضيع أو الأصل يعني المتدني. السؤال بقى، هل كانت هناك احتياج لسرد مثل هذه التفاصيل؟ عندما يتكلم هيكل عن والدة أنور السادات السيدة ست البرين، وعندما يتكلم عنها بما يشبه تقريبا السخرية، وعندما يتعرض لبشرة السادات أو بشرة أمه على أنها كانت بشرة سمراء لا بيضاء، فأعتقد أن هذا لا يمكن أن يوضع في إطار التحليل السياسي المقبول. وبعدين أنا بس عايزة برضو أعرف إذا كان اللي هو أورده عن والدة الرئيس السادات ده كذب ولا هي كده فعلا، هي الست اسمها كده وهي كده، ما أعرفش يعني. أنا ما أقدرش أقول إن أنا تحققت من ده، لكن يعني محدش كذب الكلام ده. ببساطة ست البرين الله يرحمها بتنتمي لجذور نوبية من السودان، وجدي حينما كان يعمل في السودان، انت عارف مصر والسودان كانت بلد واحدة يعني، حينما كان يعمل بالسودان تزوجها وأتى بها إلى القاهرة. فموضوع ملوش علاقة لا بعبودية ولا له علاقة بأي شيء. كل هذا الكلام كلام يعني لا أساس له من الصحة، ويعني هناقش إيه يعني. كان يقضي معظم وقته في الغرفة التي تسكنها أمه وبقية إخوته، منكمشا على نفسه في ركن مظلم من الأركان، وكانت حقائق الحياة من حوله كئيبة. وهكذا بدأ يتراجع إلى داخل نفسه، ولم يكن أمامه مهرب مما هو فيه إلا أن يخلق لنفسه عوالم من الخيال يهرب إليها. رد أيضا الأستاذ هيكل على فكرة اللون وهل كانت مؤثرة في نفسية الرئيس السادات بشهادة هيرمان آيلتس سفير أمريكا في مصر الذي رتب للرئيس السادات أول زيارة إلى واشنطن. قال هيرمان آيلتس في الواشنطن بوست أنه حين كان يرتب لزيارة الرئيس السادات الأولى إلى واشنطن فجاءته السيدة جيهان السادات بمخاوف وقلق، فسألها عن مصدر القلق، قالت له إن السادات يخشى حين زيارته لأمريكا أن يؤثر لونه في طريقة استقبال الأمريكيين له، وطمأنها هيرمان آيلتس. مادام دخلنا في منطقة العمومية دخلنا العمل العام، فلا ينبغي أن نهرب، وخصوصا أنه ما قالوش أنهم كانوا ناس وحشين، ده واقع اجتماعي. مصر ما اتلغتش فيها العبودية إلا سنة 48 مثلا، فأنت بتتكلم عن واقع اجتماعي، فما الذي يجعلنا نشعر بالعار؟ وفي خلاصة التحليل يقول ببساطة في الجذور أن السادات بسبب بؤس الوقائع عاشها في طفولته كان دائما ما يفسح لنفسه في الخيال، ومن هنا نشأت لعبة الممثل لكي تكون جسرا بين عالمين، بين الواقع البائس وبين الخيال الفسيح.
في صفحة 41 من كتاب خريف الغضب يقول الأستاذ محمد حسين هيكل: إن السادات الهارب أصبح السادات الحالم، والسادات الحالم تحول إلى السادات الممثل. في معظم حياته كان السادات يمثل دورا في كل مرحلة. وأعتقد أن هذه الجملة يحاول بها هيكل أن يدلل القارئ أو يصدر إلى القارئ فكرة أن الممثل أو صفة الممثل في شخصية السادات كانت غالبة على صفة السياسي. بين السادات الهارب والحالم، رأى هيكل تطور شخصية السادات الهارب من واقع مر، حاملا عقد الطفولة ليعيش هربا من كل هذا، مدعيا أن السادات قد سعى إلى التزوير في اسمه لتغيير نسبه. هو كشف عن أنه اسم أبيه، اسم والد الرئيس السادات، محمد الساداتي، وليس محمد السادات. وأيد ذلك بوثيقة دامغة هي شهادة وبيانات التحاق محمد أنور السادات بالكلية الحربية. وهناك فارق كان معروفا وقتها في الطرق الصوفية: السادة هم سادة الطريقة، الساداتي المسود، يعني الصف التابع لسادة الطريقة. لأنه الياء دي كانت وضع طبقي، فإزاحة الوضع الطبقي بإزاحة الياء حول السادات إلى منتسب إلى أسرة الشيخ السادات وليس إلى من يخدمون أسرة الشيخ السادات. أنا نشأت وكبرت وشفت أبويا اسمه كده أحمد عصمت السادات، وهكذا جدي. يعني كل هذا الكلام اللي بيتردد على الساداتي ولا السادات، يعني إزاي كاتب كبير بهذا الحجم حتى يتحدث في هذا؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه المغزى؟ ايه المعنى؟ يعني هيكل في هذا الكتاب، المنهج الجديد اللي قدمه في هذا الكتاب هو منهج السيكولوجي او منهج علم النفس السياسي في تحليل الموضوع الكتاب. هو هنا الفرضيه عنده انه قرارات السادات اللي هي في رايه قرارات حمقاء وخاطئه وانحراف، هي قرارات فرديه تتحكم فيها طبيعه نفسيته دي بقى تتحكم فيها تربيته، نشأته، عائلته، اصله، انحرافاته، عقده. يمكن هيكل ليس عالما سوسيولوجيا، لكنه لما رصد لي هو التفاصيل دي انا اقدر اخد كتاب هيكل وابني عليه بتحليل سوسيولوجي بقى. ازاي ده؟ لغايه دلوقتي احنا بندفع فطر. في منتصف السبعينيات أعلن السادات عن توجهاته الاقتصادية الجديدة عبر سياسة الانفتاح والاقتصاد الحر، وهو ما اعتبره هيكل تأسيسا لدولة الفساد في مصر، متهما السادات برعاية هذه المنظومة وفتح الطريق أمام الناهبين. الأستاذ هيكل في كتاب خريف الغضب يتابع ما يمكن تسميته يعني وضع السادات كمؤسس لسيرة الفساد والنهب العام في مصر. بعد أن استخدم الأستاذ هيكل المنهج النفسي في تحليل تفسير أو في تفسير قرارات وتصرفات السادات اللي هو في رأيه انحرافات عن الخط القومي الصحيح لدولة يوليو، ابتدى يحلل النتائج أو عواقب هذا الانحراف، ومن أهمها فكرة الفساد أو الفساد المالي أو الفساد الإداري في الحكم في مصر. هو وصف ده بأنه عصر النهب الثاني لمصر. إن القاهرة في تلك الأيام أصبحت مجالاً مفتوحاً للوسطاء والسماسرة، رجال من أوروبا وأمريكا واليابان، كثيرون من العرب خصوصاً من لبنان، وكانت مواكبهم بحللهم الأنيقة وأحذيتهم اللامعة تنتقل ما بين الفنادق الفاخرة ودور الوزارات وأروقة الحكم، وهناك كانت الصفقات تعقد والمنافع يجري تبادلها. وهيكل ذكر في كتابه خريف الغضب أن الانفتاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس السادات بعد حرب أكتوبر 1973 كان بمثابة النهب الثاني لمصر، خطوة كبيرة مثل خطوة الانفتاح الاقتصادي أو تحول كبير من مثل التحول الذي حدث بعد الانفتاح الاقتصادي. أعتقد أنه كان في حاجة إلى عقد من الزمان أو عقدين حتى يمكن أن تحكم عليه أو معه في النهاية. هيكل لم يفتئت على السادات إطلاقا، ما قاله كنا نقوله في الشارع ونقرأه في الصحف ونعيشه خطوة بخطوة،
ونشعر أننا في الطريق إلى هاوية لا صعود منها بهذه التصرفات. هو لم يقل صراحة أن السادات أمر بالفساد، لكن ما ذكروا تلميحا بدرجة شبه بدرجة واضحة جدا أن السادات خلق المناخ اللي سمح بهذا الفساد، أن المقربين منه انتهزوا قربهم منه لقيام بهذا الفساد. وفي السنة الأولى من رئاسته، وحينما بدا له أن الأمور قد استتبت له، فإن الرئيس السادات دعا معظم أفراد عائلته، إخوته وأخواته وكثيرين من الأقارب والأصهار، ليقول لهم إنه لا يعترض على اشتغال أي منهم بالأعمال التجارية، لكن ما سوف يعترض عليه هو أن تفوح لأحد منكم رائحة، ففي هذه الحالة سوف يتعامل بقسوة مع أي واحد منهم ينكشف جرمه. كل هذه الاتهامات اللي ادعوا ان كان في تربح وان كان في تحقيق يعني مصلحة نتيجة صلة القرابة بالرئيس، استغلال نفوذ يعني، كل الادعاءات دي حولوها للنيابة العامة وتم حفظها جميعا. وهنا النائب الثاني مش ضروري يكون بالأحداث اللي ذكرها خريف الغضب تفصيلا عن صعود طبقة الرأسماليين البيروقراطي ولا المقاول لكن هذه فئة اجتماعية وطبقة سادت المجتمع المصري وأفسدت أخلاق المجتمع المصري. ثم بعد ذلك يعدد وقائع كان السادات طرفا مباشرا فيها من موقع الحكم، يعني اللي هو ما يمكن تسميته النهب المنظم أو النهب المدار مركزيا. منها بالطبع واقعة البوينج. واقعة البوينج كانت فريدة في هذا الباب، لأن الأستاذ هيكل كما يقول دخل طرفا فيها. كان هناك مفاوضات على شراء طائرات بوينج تعثرت بسبب السعر، ثم فوجئ الأستاذ هيكل كما يقول أنه وقعت الصفقة كما أراد الذين أداروها من الخلف. ما لبث صحفي أمريكي بارز في جريدة واشنطن بوست وهو جيم هوجلاند أن نشر خبراً بإمضائه يشير إلى قصة توقيع اتفاق البوينغ، ثم يكشف أن هناك مبالغ أودعت بواسطة الشركة في حسابين سريين في سويسرا، أحدهما وضع فيه مبلغ 8 ملايين دولار والآخر وضع فيه 650,000 دولار. السؤال هنا دايما الملحوظه المهمه اللي ممكن تقلل الرد على الاستاذ هيكل، انه يعني خصومه يصفونه بالكذب. انا ارى هيكل لا يكذب، لكن هيكل لا يقول كل الحقيقه. يعني هو ما يقوله هو حقيقي، لكن لا يقول كل الحقائق. مثلا ظهر الان او بعد مرور كل هذه السنوات انه كان في دور للرئيس حسني مبارك في هذه الصفقات من موقعه كنائب رئيس الجمهوريه في هذا الوقت، وبعض اقربائه مثل منير ثابت واخرين وحسين سالم واخرين. هل تكلم عن هذا في الكتاب؟ لم يتكلم. ليه؟ لان ببساطه شديد جدا لو كان اتكلم عنه كان الكتاب لن يخرج للنور، او انه هيكل هيفقد الحظوه عند الرئيس الجديد اللي هو حسني مبارك والدوائر المحيطه به. حلل هيكل في خريف الغضب وصف السادات بالرئيس المؤمن، متهما السادات باستغلال الجانب الديني لدى المصريين وقيامه بتوظيف القوى الإسلامية لمواجهة اليسار، وكذلك معاداته لرأس الكنيسة المصرية آنذاك البابا شنودة الثالث، حيث مثل البابا الموقف المسيحي الرافض للتطبيع مع إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد، بعدما كان يسعى السادات لأن يقوم المسيحيون بزيارة كنيسة القيامة في مدينة القدس. في كتاب خريف الغضب هيكل كان وجه اتهام واضح للسادات، اللي هو ده اتهام يعني على مدار الكتاب، بس بدا واضحا في جزئيه الفتنه الطائفيه او جزئيه الاسلاميين والكنيسه، انه السادات بيضحي بالثوابت الاستراتيجيه لمصر لصالح امور اخرى اقل اهميه، اما رهانات مقامره او اعتبارات مكاسب تكتيكيه او نوازع شخصيه او خناقات. من الاخر منطق الخناقه او الصراع مع زعامات بعينها او قيادات بعينها. عداء للكنيسه واستنفار ديني لا معنى له. يعني مش الشعب المصري ده اللي قال عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي كل اللي له نبي صلي عليه؟ فلماذا تاتي ايها الرئيس المؤمن؟ انت سميت نفسك الرئيس المؤمن كأن اللي قبلك كان لا مؤاخذه الرئيس الكافر. فانت الرئيس المؤمن اللي جه يعمل ايه بقى؟ يفتت الوحده الوطنيه بفعل مع سبق الاصرار والترصد.
كان هناك مجال من مجالات الحياة في مصر لا يستطيع السادات أن يبسط سيطرته عليه، وهو مجال الدين، رغم أنه حاول قصارى جهده أن يجعل نفسه وأن يجعل حكومته أيضا مدافعين أشداء عن الدين وحراسا للعقيدة وأمراء للمؤمنين. السادات زرع تيار اليمين الديني من جديد في البلد بعد أن كانت قد انتهت وتم يعني تقليم أظافره سواء اجتماعيا أو سياسيا في نهاية عهد الرئيس عبد الناصر. أظن أنه كان بينطلق من نقطة تقول أنه الإسلاميين يجب أن يكونوا موجودين ولكن في حدود حجمهم الحقيقي في المجتمع. يعني هو النظام السياسي المصري قايم على فكرة هو بنسميها في العلوم السياسية نظام كوربوراتي أو نظام اللي هو ببساطة شديدة جدا الدولة بتقسم المجتمع لشلل أو مجموعات، وكل مجموعة بتمثل فئة أو طائفة، وكل جهة أو كل مجموعة يكون لها رئيس أو عمدة، والعمدة دي هو ببساطة شديدة جدا بيتحكم في سلوك المجموعة بتاعته وبيتفاوض مع النظام في صفقة مكاسب متبادلة. إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية. الرئيس السادات كان مراهن انه هو لما هيروح اسرائيل كل العالم هيروح وراه، فهو كان رأيه انه طب احنا عندنا المسجد الاقصى هناك واليهود بينتهكوه، فممكن المسلمين ما يروحوش لكن المسيحيين يروحوا لان في كنيسة القيامة في القدس. رفض البابا شنودة وعاند وقال ان اقباط مصر لن يكونوا ابدا خونة الامة العربية. كانت رسالة مفهومة، كما لو كانت اتهاما من البابا شنودة نفسه الى السادات بالخيانة، وهذا ما يفسر طبعا يعني جانبا من الطبع الانتقامي في التعامل مع البابا شنودة. محاولة هيكل تصويرها على أنها أو على أنه السادات كان من زرع الفتنة بين الأقباط والمسلمين في مصر، هذا كلام أو يعني كما يقال دائما حق يراد به باطل، لأنه صاحبه أراد به أن يثأر من أنور السادات بسبب قرار الاعتقال الذي صدر في حق هيكل في سبتمبر 81 أي قبل وفاة السادات ب3 أسابيع تقريبا. مشكلة كتابات الأستاذ هيكل بشكل عام بما فيها كتاب خريف الغضب إنه ليس أنه يجزم الخلل في التحليل، ففيما يخص علاقة السادات بشنودة هو ذكر بعض الحقائق أعتقد أنها سليمة لكنه لم يذكر جميع الحقائق. الخلاف بين السادات وشنودة هو حدث، بس إيه سببه؟ السبب لم يكن ان شنودة لم يكن متعاونا كما ذكر هيكل في الكتاب، لا، مسألة اعمق من هذا، مسألة دعوة بمناخ طائفي اصبح موجود في البلد. مش معنى انه بيكره المسيحيين، لا، بس هو حاطط لكم ادوار ما تخرجوش عنها زيكم زي غيركم. شنودة يغلط لانه عاوز يعمل زعيم للاقباط، زعيم سياسي، وعايز يحقق أهداف خاصة عنده، وشاعر بأنه الأقباط مضطهدين فعاوز يعمل حاجة. رغم مرور أكثر من 3 عقود على صدور كتاب خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل، لا يزال الجدل مفتوحا بين من رأى في الكتاب تصفية لحسابات شخصية بين هيكل والسادات، وآخرين رأوا فيه وثيقة تاريخية هامة كتبها واحد من أهم الشهود على هذا العصر. أعتقد يعني كتاب خريف الغضب للأسف مبني على أحقاد وتصفية حسابات. ما فيش أي كتاب في العالم كان موضوعيا بشكل حديدي. كان لابد من تصوير السادات كأبلسته أو شيطنته، وتصويره أنه هو من ابتدع بدعة الإسلام السياسي، وهو من ابتدع بدعة الفتنة الطائفية، وهو من ابتدع بدعة الأمركة، وهو من ابتدع بدعة الخلجنة، وهو من ابتدع بدعة الاقتصاد الريعي، وكل هذا غير صحيح تاريخيا من الناحية البنائية ومن الناحية التاريخية السياسية، كل هذا غير صحيح على المستوى التاريخي.